كلنا بنقابل في حياتنا الناس اللي ما بتقولش غير أوحش الكلام، اللي مش بتشوف فيكي الحلو أبدا، دايما شايفة بس الحاجة الوحشة. الناس دي هترد وتقول يعني ايه؟ بلاش اتكلم واقول رأيي. لو عاوزة تتكلمي قولي الحاجات الحلوة وبس. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ايه؟ علمنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نقول الحلو وبس، اتعودي تقولي الحلو بلاش الوحش. احنا ما بنقولش غير الوحش، ما بنتكلمش غير في الوحش وبس. تيجي واحدة صاحبتك وتقولك ايه رأيك في لبسي؟ طرحة مش لايقة عليكي. طب والدرس عاجبك؟ طب ما قلتيش ليه؟ اقول لكم ليه بس ما تتضايقوش وتتخضوا. عارفين ليه؟ كل اناء ينضح بما فيه. لو اللي جوه وحش يبقى اللي هيطلع برضه هيكون وحش. انا بشوف ناس بيعرفوا الناس بعيوبهم. عوراتهم. عوراتهم يعني ايه؟ يعني النقص، يعني اللي مش موجود فيهم. ايه رأيك في الفرح بتاع قريبتك اللي روحتيه؟ بس العريس كبير في السن قوي. الاكل كان مش حلو. مكياج العروسة كان تقيل وفاقع. يا نهار ابيض. يا بنتي، مفيش اي حاجة عجبتك في الفرح؟ لا، ما كانش فيه حاجة حلوة. لا حول ولا قوة الا بالله. عارفة فلانة؟ اه، دي دمها تقيل قوي. طالعة فيها فاكرة نفسها معرفش ايه. انتي مش شايفة فيها اي صفات تانية كويسة؟ قولي الحلو اللي فيها. هي انسانة طويلة ومجنونة ولسانها طويل، ومعروف انها مجنونة كده وعصبية وما بتشوفش اللي قدامها. خلي بالك بقى من لسانها. دي امبارح اتخانقت مع واحد وقعدت تشتم فيه. تيجي واحدة تقولك تعرفي فلانة الفلانية؟ دي بنت ناس قوي قوي، دي قلبها طيب. طب ما قلتش ليه؟ اتعودوا تشوفوا الحاجات الحلوة الكويسة، ما تتعودوش تشوفوا الحاجات الوحشة في الناس. الحاجات الوحشة اللي هي عورات الناس. العورة هنا يعني اي نقص في البني ادم. ما هي واحدة لسانها طويل مش متربية. ما هو مش متربية دي يعني ايه؟ هو ده مش نقص فيها؟ واحدة راحت لواحدة صاحبتها البيت، فتطلع تتكلم وتقول تخيلي مقدمين لنا الحاجة الساقعة في ازايز. هما ناس مؤدبين ومحترمين، بس تخيلي يقدموا لنا الحاجة الساقعة في ازايز. تصدقي ساكنين في حتة شعبية قوي، تخيلي فرش الانتريه كان مقطع. اوعي اوعي تتعودي تبصي في عورات الناس، تبصي تشوفي الوحش وتقوليه. عارفة ليه؟ لو اتعودتي انك تبصي بس على عورات الناس، هو في حد فينا مفيهوش عورة؟ كلنا فينا نواقص. ربنا يسترنا وإياكم. لو اتعودتي انك تتبعي عورات الناس، مش الناس اللي هتتبع عوراتك، لا، ربنا اللي هيتبع عوراتك وهيفضحك في جوف بيتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن ولم يدخل الإيمان قلبه، إياكم وعورات المسلمين. إياكم وعورات المسلمين. إياكم وعورات المسلمين. فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفي بقى مين اللي هيبقى وراكي وفضحه في جوف بيته. اللي فيكم مفيش فيه عورة كاملة الأوصاف تتكلم في عيوب الناس زي ما هي عايزة. زي مثلا ماما عاملة رز وفراخ وصينية بطاطس، تعبت ووقفت طول النهار على رجليها علشان تعملك غدا لما ترجعي تلاقيه، فتاخد رأيك تقولك ايه رأيك يا قلبي في الأكل النهاردة؟ تردي وتقولي الفراخ نية والرز مستواش. تقولك طب والبطاطس؟ البطاطس كانت كويسة. يا بنتي ما قلتيش ليه ان البطاطس كويسة؟ ما قلتيش ليه الحاجة الحلوة؟ ما افتكرتيش بس وقلتي غير الحاجة الوحشة بس ليه؟ اتعودوا تقولوا الحلو. يعني لما ماما تاخد رأيك وتسألك عن الغدا النهاردة كان طعمه ايه، قولي لها كلمة حلوة: تسلم ايدك يا ماما، الاكل كان حلو قوي النهاردة، بس هو كان بس محتاج لسه يقعد على النار 10 دقايق كده. نرد بفن من غير كسر للخاطر.
ايه ده، هو انا كده مش هبقى منافقة؟ لا مش منافقة، اسمها جبر الخواطر. اتعودوا تجبروا بخواطر الناس، ربنا يجبر بخاطركم. تيجي صاحبتك تسألك او اختك ايه رأيك في الطرحة بتاعتي، تردي وتقولي لها ايه ده، دي غامقة قوي، ليه كده؟ ايه رأيك في لبسي، متخنك قوي، مرفعك، مورمك. مورمني؟ مورمني ازاي؟ اي كلام، اي كلام عاوزة تسمم بدنها بيه وخلاص. في ناس كده تقولك انا بنصحها، بلاش انصحها يعني. لا، النصيحة في العلن فضيحة، النصيحة تكون بينك وبينها وبس، لكن قدام الناس وتبقي قاصدة ان ده يحصل قدام الناس، تبقي قاصدة تجرحيها وتكسفيها. كان زمان يقولولنا الملافظ السعد، ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال حضر وقته حضر أهله. مش أي حاجة عارفاها أقولها لأي حد في أي وقت. خلي بالكم واجبروا بخواطر الناس، جبر الخواطر على الله. وأشوفكم إن شاء الله بإذن الله في فيديو جديد. وما تنسوش لو عجبكم المحتوى تشتركوا في القناة وتعملوا لايك عشان المحتوى يوصل لغيرك، ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التعليقات. واشوفكم على خير مع كارمن. السلام عليكم.